نينجاجو أحسن كرتون ليجو في التاريخ كله. في الفيديو ده هحاول ألخص ال 15 موسم وال 110 حلقة بتوع نينجاجو. في الفيديو هحكي لكم حكايات إيه النينجا وأكبر أعداء واجهوهم والنهاية الأسطورية للمسلسل. لو اتفرجت على الفيديو ده من أوله لآخره هتفهم قصة نينجاجو كلها. يلا بينا ندخل في الفيديو من غير ما نضيع وقت. معظمكم عارفين قصة أول معلم سبنجيتسو اللي عمل نينجاجو، بس قصتنا بترجع لقبل كده بكتير. القصة بتبدأ في العالم الأول اللي كان بيت الأوني والتنانين. الأوني كان عندهم قوة التدمير، أما التنانين فكان عندهم قوة الخلق. النوعين دول كانوا في حرب أبدية لحد ما اتولد طفل من الأوني والتنانين مع بعض. خناقات أكبر بكتير قامت والنوعين دول اتخانقوا على مين هياخد الطفل. الولد عمل كل اللي يقدر عليه عشان يوقف الخناق، بس مفيش فايدة. لما الولد أدرك إن الخناق ده مش هيخلص أبداً قرر يسيب الأرض دي. الولد هرب لأرض تانية كانت متغطية بالمحيط وكانت عبارة عن جزر كتير، بس حتى في الأرض دي الخناق فضل مستمر. كان في تعبان بحر عملاق اسمه واجيرا كان بيتحكم في قوى الرياح والمياه اللي الولد ما كانش عنده. لو الولد ما كانش تعاون مع سكان الجزر أهل موبيا عشان يهزموا واجيرا كان العالم ده اتدمر. عشان كده الولد جمع سكان العالمين مع بعض وهجموا واجيرا، بس ما قدروش يوقفوه لحد ما معلمة عناصر الماء اسمها نياد اندمجت مع البحر وشالت الجوهرتين من راس واجيرا. وبالطريقة دي بعتوا الوحش في نوم أبدي. بعد ما واجيرا نام كسبوا تعويذتين، أدوة واحدة لسكان الجزر والتانية لموبيا. الولد بقى معروف لأهل الأرض باسم أول معلم سبنجيتسو، وده بسبب فن القتال بتاع السبنجيتسو اللي هو عمله. أول معلم سبنجيتسو طلع التلال الذهبية عشان يعمل معبد النور. 4 أسلحة ذهبية كان فيهم قواه هو بتاعة النار والأرض والتلج والبرق. استخدم الأسلحة دي عشان يعمل كتلة أرض سماها نينجاجو وهيعيش فيها بقية حياته. بعد فترة كذا أوني بنوا معابد في نينجاجو عشان يراقبوا معلم السبنجيتسو. مع الوقت شر قديم اكتسب قوة عشان يقف ضد أول معلم سبنجيتسو. الشر ده كان معروف باسم الأوفرلورد وعمل جيش حجري ما يتدمرش. معركة كبيرة قامت بين أول معلم سبنجيتسو والأوفرلورد. خوفا على بيته الجديد أول معلم سبنجيتسو قسم نينجاجو نصين، واحد فضل نينجاجو والتاني بقى الجزيرة المظلمة اللي الأوفرلورد وقواته اتنفوا ليها. بعد كده أول معلم سبنجيتسو عمل عالم الكريستال عشان يسهل التنقل بين ال 16 عالم اللي لسه متكونين. ناس وتعبابين بدأت تظهر حوالين نينجاجو. التعبابين دي كان اسمها السيربنتينز. أول معلم سبنجيتسو كان عنده ولدين ومنعرفش ازاي، واللي كان عنده قوة الخلق وجارمادون اللي كان عنده قوة التدمير. أول معلم سبنجيتسو عمل نبوءة النينجا الأخضر اللي كانت بتقول إن النينجا الأخضر هو اللي هينهي الحرب مع الأوفرلورد. السيد المظلم كان بيخطط لخطوته اللي جاية في الجزيرة المظلمة، وفي الآخر قرر يستخدم واحد من ولاد أول معلم سبنجيتسو كوسيلة عشان يرجع لجزيرة نينجاجو. وبعدين عمل اتفاق مع تعبان، التعبان ده عض إيد جارمدون وحقنه بشر نقي. التعبان ده بعدين بقى معروف باسم المفترس العظيم، بس الشر ده هياخد سنين عشان يسيطر على جارمدون. أول معلم سبنجيتسو درب ولاده على القوى العنصرية وقوى السبنجيتسو، وبعدين اخترع السبنجيتسو المحرم اللي محدش المفروض يستخدمه. وجاب البنت تعبانة اسمها إف والاتنين بقوا قريبين قوي من بعض وعلمها السبنجيتسو، بس إف استخدمته عشان تقلب على ملكها وتبقى حاكمة شعبها. لما وو فهم غلطته قدر يوقف إف باستخدام لفائف السبنجيتسو المحرمة. جرمادون حبسها بس إف حلفت إنها هتنتقم. بعد كام سنة أول معلم سبنجيتسو مات في مقبرة كان فيها عالم الكريستال. مكان المقبرة دي كان متكتم عليه، الدليل الوحيد على مكانها كان مستخبي في وو وان. جرمادون اتعين حارس لنينجاجو. الأسلحة الذهبية كانت متأثرة بالحزن. جرمادون ماشي في طريقه لوحده وساب وو لوحده في الدير. في مكان تاني في نينجاجو قرصان اسمه الكابتن سوتو وطاقمه كانوا هيطلعوا رحلة عشان يلاقوا الجزيرة المظلمة، بس طاقم قراصنة تاني القائد بتاعه دخل في صراع مع جني من عالم تاني اسمه ناون. بعد كذا معركة الكابتن سوتو قفل سلاح في براد شاي ونفى طاقمه لعوالم مختلفة بعد ما سفينتهم غرقت في البحر. الكابتن سوتو وطاقمه فضلوا يدوروا على الجزيرة لحد ما اتقتلوا. سينسي يانج اخترع فن قتالي جديد اسمه إيرجيتسو. يانج حاول يحقق الخلود باستخدام سيف يانج، بس لعن نفسه وتلاميذه وحولهم لأشباح. فوق في الجبال في مكان تاني اتلقت مملكة جديدة اسمها تشينارو. مهندس شاطر اسمه دكتور جوليان بنى طفل ميكانيكي رباه كأنه ابنه. الطفل ده كان اسمه زين. في الوقت اللي هو قعد فيه في الدير عشان يدرب تلاميذه جرمادون لقى نفسه بيتدرب مع المعلم تشين وطالب تاني اسمه كلاوس. واحد من الطلاب دول كان مورو من سلالة معلم عنصر الرياح، ودرب مورو عشان يبقى نينجا أخضر ويحقق نبوءة النينجا الأخضر. بس الأسلحة الذهبية شافته ملوش لازمة وده خلاه يغضب. عمل اختيارات وحشة عشان يثبت إن هو غلط وساب الدير. بعد ما اختلف مع وو، ميزاكو ووو بقوا قريبين. وو بدأ يحس بمشاعر تجاه ميزاكو. ميزاكو كتبت له جواب حب بس اللورد تشين اعترضه وخدع جرمادون عشان يمضيه بنفسه. تشين كمان كان عنده مشاعر تجاه ميزاكو.
التعبانين عملوا نبوءتهم الخاصة. شخصية معروفة باسم السيد الذهبي هتظهر وهتدمر كل واحد في العالم. بعد ما جرمدون كشف خدعة تشين سابه. حرب قامت بين التعبانين والبشر، وهو وجرمدون قادوا تحالف العناصر. المجموعة دي كانت مكونة من معلمين لعناصر مختلفة. عضو واحد من التحالف كان من سلالة تعابين قوية اسمها الأناكوندرا. تشين تلاعب بتحالف العناصر وخلى بعض الأعضاء يقلبوا على زمايلهم. اتلقت مزمار مقدسة عشان تتحكم في التعبانين. المزمار دي استخدموها عشان يحبسوا قبائل التعبانين في مقابر منفصلة. قرب نهاية الحرب، تحالف العناصر كسب. قادة الأناكوندرا اتنفوا للعالم الملعون. المعلم تشين وكلاوس كمان اتنفوا لجزيرة. بعد ما الحرب خلصت، تلاعب تشين خلى التوأم العنصريين مع الاتنين بدأوا يتوعدوا لحد ما اتجوزوا وخلفوا طفل. بس وو ما كانش يعرف إن أخوه جارمادون خانه. أسياد العناصر بدأوا يستقروا حوالين نينجاجو وخلفوا ولادهم هم كمان، ونقلوا قواهم لولادهم. في الأثناء دي مورو مات في مهمته لما روحه عدت للعالم الملعون. سيد عنصر الأرض الجديد حارب تنين اسمه جالب الأسى شينتارو باستخدام سيفين، اللي بعد كده اداهم لنوعين الكائنات اللي عايشين هناك، الجيكلز والمونادز. وبعدين رجع نينجاجو ملك شينتارو الملك فانيلس بعت 3 مغامرين بسرعة للكهوف اللي تحت شينتارو عشان يجيبوا جمجمة قديمة مليانة قوة شيطانية. المغامرين جابوا الجمجمة، بس الملك أجبرهم يرجعوا تاني للكهوف وهناك اختفوا. فقام الملك استخدم قوة الجمجمة عشان يستعبد الجيكلز لشهور. سم المبتلع العظيم فسد جرمادون بالكامل وحوله لشرير خالص. جرمادون حاول يسرق الأسلحة الذهبية عشان يعيد تشكيل نينجاجو، بس وو اتدخل. الأخين حاربوا باستخدام الأسلحة الذهبية، وجرمادون كان له اليد العليا. بس قبل ما يقضي على وو، جرس الدفاع الخاص بوو اللي على صدره اتفعل وضرب جرمادون بصاعقة برق. ده خلى جسم جرمادون يتشوه ووقع في عالم نينجاجو السفلي. ملك الهياكل العظمية وجيشه من الهياكل العظمية قربوا عشان يهاجموا جرمادون، بس جرمادون أقسم إنه ينتقم من أخوه عن طريق إنه ياخد السيطرة على الهياكل العظمية. وكان عارف إن أخوه هيرجع، فقام خبى الأسلحة الذهبية ال4 في نينجاجو وحط تنين يحرس كل واحد فيهم. رسم خريطة وداها لري سيد عنصر النار عشان يحافظ عليها. ري ومايا كان عندهم ولادهم هما كمان، وغالبا كانوا بيتكلموا مع صديق جديد. الصديق الجديد ده طلع كروكس متنكر خطفهم، بس هما سابوا ولادهم الاتنين لوحدهم في ورشة الحدادة. الولاد دول كانوا كاي ونية. سيد البرك تخلى عن ابنه في ساحة خردة، هناك أخدوا زوجين وربوه كأنه ابنهم. سيدة عنصر الأرض عيت وبعدين ماتت وسابت جوزها وابنها. سيد التلج لقى نفسه تايه في غابة، بس بالصدفة قابل الدكتور جوليان وأدرك إن وقته خلص. سيد التلج أدى قواه لزين قبل ما يختفي. في الآخر الدكتور جوليان كبر في السن ومات، وعمل إعادة ضبط لذاكرة زين عن طريق إنه قفل مفتاح الذاكرة بتاعه. ساموكاي بناء على أوامر جارمادون أحيا الدكتور جوليان وخطفه عشان يخليه أداة لجيش الهياكل العظمية. جوليان رفض بدل كده اتحبس في برج في نص المحيط. ميساكو خلفت ابنها وأدركت قدرته على تحقيق نبوءة النينجا الأخضر. بما إن جارمادون كان سيد الظلام المحتمل، سابت الطفل في مدرسة داخلية عشان تدور على طريقة تانية لتحقيق النبوءة. بعد كام سنة وهو أدرك إنه كبر في السن على إنه يقف قصاد جارمادون لوحده، فبدأ رحلة يدور فيها على أسياد عناصر جدد للأرض والنار والتلج والبرق. وهو لقى سيد عنصر الأرض فوق جبل، هو بسرعة جند جاي. سيد البرق الجديد لقى زين تاني، والتلاتة بدأوا تدريبهم في قاع بحيرة، بس كان فاضل لهم شخص واحد يلاقوه، كاي. سيد عنصر النار الجديد كان بيشتغل مع أخته نية في ورشة الحدادة بتاعت عيلتهم. في الأول رفض إنه يبقى نينجا، بس بعد ما أخته نية اتخطفت من الهياكل العظمية اتدرب مع وو. انضموا للفريق ولقوا 3 أسلحة ذهبية، بس الهياكل العظمية خدتهم للعالم السفلي. جارمادون أجبر كاي ياخد آخر سلاح عشان ينقذ أخته. كاي عمل كده، بس وو دخل عشان ياخد السيف وراح العالم السفلي بنفسه عشان يحافظ على أمان النينجا. النينجا راحوا العالم السفلي واتحاطوا بهياكل عظمية، بس استخدموا إعصار الإبداع عشان يحاربوهم. ساموكاي خد السيف من وو وحاول يخون جارمادون ب4 أسلحة، بس لما ما قدرش يمسكهم كلهم في نفس الوقت الأسلحة انفجرت. ده عمل بوابة لمملكة الجنون اللي جارمادون عدا منها. ابن جارمادون لويد كان اتطرد من المدرسة الداخلية وحرر قبيلة الهيبن سربنتين. هما كمان خانوا لويد وفتحوا المقابر لباقي السربنتين بقيادة بايثور آخر أناكوندرا. زين استرجع ذكرياته وسافر لمملكة الجنون عشان يلاقي أخوه جادون اللي بقى عنده 4 دراعات عشان يشيل كل الأسلحة الذهبية. جادون ساعد نينجا ينقذوا لويد، وعرفوا إنه نينجا الأخضر. التعبانين جمعوا ال4 سيوف أنياب واستخدموهم عشان يحرروا المدمر العظيم. بايثور اتهزم على إيد المدمر العظيم. النينجا اضطروا يعتمدوا على جارمادون بأسلحة ذهبية عشان يهزموه. بنت صغيرة وعيلتها اتمسكوا في هجوم المدمر، أهلها ماتوا، وبعدين اتبنت في عيلة مخلصة وكبرت وهي بتعبد جارمادون وبتكره النينجا. اسم البنت كان هارومي.
بعد ما جارمادون دمر التعبان هرب بالأسلحة. بايثور اتحرر من بطن المدمر وقشوره بقت بيضة بسبب الحمض. نفس الحمض بدأ يتسرب تحت الأرض. جارمادون سيطر على التعبانين وخد الأسلحة الذهبية لتلال الذهب، وهناك جمعهم كلهم عشان يكون السلاح الخارق. وفي العملية دي لويد اتأثر بمسحوق شيخوخة كبره كذا سنة. جارمادون رجع بالزمن عشان يمنع النينجا من إنهم يواجهوا بعض، بس 4 نينجا لحقوا. المطاردة خلت السلاح الخارق يتدمر، وجارمادون يترمى في الفضاء وينزل على مذنب. جارمادون صحي من سم المدمر العظيم واتسحب لجزيرة الظلام. الأوفرلورد اندمج مع جارمادون وداله صلاحية الوصول لجيش الحجارة. التعبان لقى محاربين حجارة تحت مدينة نينجاجو، وسم المدمر العظيم صحاهم. المحاربين حبسوا التعبان تحت الأرض وعملوا فوضى في المدينة. النينجا شق طريقه لجزيرة الظلام ولقى دكتور جوليان في طريقه. جارمادون عمل سلاح باستخدام المادة المظلمة واستخدمه عشان يغرق نينجاجو في الضلمة. الأوفرلورد كمل خطته اللي بقالها قرون واستولى على جسم جارمادون، بس لويد بقى سيد سبنجيتزو وهزم الأوفرلورد باستخدام قواه الذهبية. ده خلى الضلمة اللي جوه جارمادون تختفي. بعد ما نينجاجو بقت خراب، سايروس بورج خلى المدينة تتبني تاني بأسلوب مستقبلي. برج اتبنى في المكان اللي الأوفرلورد اتهزم فيه. كمان اتعمل مساعد آلي اسمه بيكسل. دكتور جوليان مات تاني بسبب كبر السن. السربنتين بقوا أكتر تحضيراً عن طريق بناء مجتمع في مقبرة محاربي الحجارة اللي فضلت تحت الأرض. جارمادون بقى سينسي بيدرب طلابه عشان يحاربوا من غير قتال عشان يكفر عن أفعاله الشريرة. برج والإنترنت كله اتصابوا بفيروس فيه الأوفرلورد. الأوفرلورد عمل جيش من الروبوتات عشان يصطاد النينجا وياخد قوة لويد الذهبية. بمساعدة بايثور حقق أهدافه. نبوءة السيد الذهبي بدأت. الأوفرلورد اكتسب قوة كافية عشان ياخد شكل مادي، بس لويد هرب. بيقسم قوته بين نينجا الأربعة. النيندرويد بيتبعتوا عشان يرجعوا الأسلحة الذهبية وبينجحوا. الأسلحة دي بتتصنع وتتحول لدرع ذهبي، وبكده النبوءة بتكتمل. زين بيضحي بحياته عشان يهزم الأوفرلورد تاني، بس بعدين بنعرف إنه عمل لنفسه جسم جديد. النينجا اللي اتفرقوا بعد موت زين بيتجمعوا تاني عشان يشاركوا في بطولة قتال، ووعدوهم إن زين لسه عايش. البطولة دي عاملها المعلم تيشن عشان يجمع كل أسياد العناصر ويكمل تعويذة هتحوله هو وأتباعه لمحاربين أناكوندرا. تيشن بيتهزم على ايد جارمادون اللي بيترمي في العالم الملعون عشان جنرالات الاناكوندرا القدام يظهروا ويقودوا المحتلين للعالم الملعون. بس الفتحة دي بتخلي مورو يرجع للحياة كشبح ويستولى على جسم لويد. كول بيتحول لشبح على ايد سينسي يانج. نيا بتبقى سيدة عنصر المايا اللي بعدها. لما نيا بتفتح قدرتها الحقيقية الأشباح بيتهزموا. مورو بيساعد المعلم وو. بعد كده بعد ما بتديله بلورة العالم هي بتروح لقاع البحر وبتموت في الموسم اللي بعده. في الموسم اللي بعده كلاوس بينجح إنه يهرب من تدمير العالم الملعون، وبيلاقي براد الشاي اللي الكابتن سوتو كان بيستخدمه. بيحرر نان وبيتحبس هو نفسه جوه البراد. نان بياخد بلورة العالم وبيستخدمها عشان يلاقي طاقمه. بيسافر لعالمه الأصلي جينجو اللي بيلاقيه في نص الدمار. أبوه بيديله سيف العيلة. نان بيستخدمه عشان يحبس كل نينجا معدة جاي جوه السيف. في نينجاجو بيستخدم قوة السيف عشان يبني جينجو من تاني عشان يتجوز نيا. نيا بتقدر تكتسب قوة رهيبة بعد ما بتتدرب بالسم. جاي بيرجع الزمن لقبل اكتشاف براد الشاي، وفي الآخر جاي ونيا بيبقوا حبايب. في الموسم اللي بعده وجود كول بيبدأ يختفي وهو رايح لمعبد سينسي يانج عشان ينتقم. يانج بيحيي تماثيل أعداء النينجا القدام. الأعداء دول بيبدأوا ياخدوا مكان الأحياء. مورو بيحذر المعلم ومن اللي بيحصل للتماثيل. كلهم بيتهزموا على إيد النينجا. كول بيطير خلال شق وبيتحول لإنسان تاني في الدير، وبيستنى شق الزمن يفتح تاني عشان كرونيك يتحرر مع وو اللي بيكبر في السن بسرعة. الاتنين بيتخانقوا وكروكس وأكرونيك بيتلموا تاني. توأم الزمن بيجمعوا 3 سيوف زمن عشان يشغلوا آلة زمن بيبنوها اسمها الحديد المشؤوم. راي ومايا بيلاقيهم كاي، بس كاي ونيا لازم يجمعوا آخر سيف زمن عشان يوقفوا وو من إنه يكبر في السن. توأم الزمن بيرجعوا للماضي ويهربوا من خلال شق زمني، وكاي ونيا وو بيتبعوهم. بس النينجا بيوقفوا توأم الزمن وبيستخدموا واحد من السيوف عشان يوقفوا ومن إنه يكبر في السن في معركتهم الأخيرة. وبيبدأ يكبر في السن ويتحول لبيبي. بعد سنة من اختفاء وو النينجا بيكملوا يدوروا عليه وهما بيحموا نينجاجو. ميساكو بتلاقي الطفل، بس الاتنين بيتمسكوا على إيد الأميرة هارومي وعصابتها الجديدة للموتوسيكلات اللي اسمها أبناء جارمادون. هارومي بتبعت روبوت اسمه مستر إي عشان يسرق قناع الأوني بتاع الانتقام. أبناء جارمادون بيهاجموا القصر الملكي وبيسرقوا قناع الأوني بتاع الخداع وبيقتلوا العيلة المالكة. هارومي بتخبي تورطها عن النينجا. لويد بيلاقي الطفل المعلم. هارومي بتلاقي قناع الكراهية الوحيد في واحد من معابد الأوني. هارومي بتكشف كراهيتها للنينجا وبتهرب. بتستخدم القناع عشان تعمل طقس في معبد القيامة عشان ترجع الجانب الشرير من جارمادون. النينجا بيوقفوه بس جارمادون بيتولد من تاني. لويد وجارمادون بيتخانقوا ولويد بيخسر المعركة. النينجا قدروا ينقذوه وده كان بفضل قواه وبمساعدة واحد من أصحاب وو القدام. النينجا بيحاولوا يوقفوا عمالقة جارمادون الضخمة
بس كانوا هيتفرموا جوه السفينة. استخدموا شاي المسافر عشان يهربوا لعالم تاني. لويد ونيا اتسابوا في نينجاجو عشان يحاربوا قوات جارمادون، في حين إن كاي وكول وزين وجاي واتبعتوا للعالم الأول. النينجا الأربعة وهو بيطاردوا من قتلة التنانين اللي بيقودهم البارون الحديدي. بيهربوا ويروحوا يدوروا على درع التنين، بيطاردوهم لحد أرض الأوني وبيلاقوا مساعدة من قاتل التنانين سابقة اسمها فيث. بيكتشفوا إن التنين الوحيد ساب العالم ده من زمان، واللي بيكبر بيتاخد من البارون الحديدي عشان يسترجع درع التنين. الطفل الأول لأم التنانين بيقتل البارون الحديدي وبيساعد وهو النينجا يرجعوا نينجاجو. وفي كل ده بيحصل جارمادون بيقوى أكتر وبيبعت أبناء جارمادون عشان يصطادوا لويد. لويد بيعمل مقاومة مكونة من نيا بيكسل، سكايلر، دارث ميستيك وأساتذة عناصر تانيين. بيتسللوا لبرج بورج وبيذيعوا رسالة لأهل نينجاجو عشان يقوموا ويحاربوا جارمادون، بس بيتم تعقبهم لمخبأهم وكلهم بيتم القبض عليهم ما عدا لويد ونيا وسكايلر ودارث ميستيك. ميستيك بيكشف إن أوني مبعوت عشان يتعقب أول سيد بجاي جيتسو. ميستيك بيتقتل على إيد جارمادون، بس سكايلر بتمتص قواه وبتحاول تستخدمها ضده. مسابقة على العملاق بتنتهي بسحق هارومي لحد الموت تحت مبنى والنينجا التانيين بيرجعوا نينجاجو ويتجمعوا مع الكل. كاي وزين وجاي بيتم استدعائهم عشان يهتموا بالعملاق لويد بيواجه جارمادون ويهزمه. لويد بيستعيد قواه بينما جارمادون بيفقدهم قبل ما يتسجن. جارمادون بيقول للويد إن في حاجة جاية. بعدين لويد بيكتشف إن جارمادون كان قصده الأوني في أرض الخلد. الأوفرلورد بيعمل صفقة مع هارومي وهارومي بتحييه. هارومي بتبدأ تستلم حجر الانتقام من الملك فانجيلوس، وهي مادة ممكن تمنع القوة العنصرية. النينجا بيحرروا جارمادون عشان يساعدهم يوقفوا الأوني. جارمادون بيستعيد قواه ومع لويد بيدمروا عالم الكريستال. بس المجهودات دي كانت على الفاضي عشان كل الأوني كانوا وصلوا بالفعل. وهم بيهربوا بيستخدموا الدرع الذهبي اللي كان لابسه الأوفرلورد عشان يبعدوا الأوني. كاي بيحول الدرع الذهبي تاني لأسلحة ذهبية. كلهم بيستخدموا إعصار الخلق عشان يهزموا الأوني وجارمادون. في الموسم اللي بعده النينجا بيكتشفوا مقبرة ثعبان قديمة مع مغامر اسمه كلاتش. القوة بترجع للأرض بالصدفة والثعبان بيحيي جيشه عشان يدور على لفائف السبنجيتسو المحرمة عشان ينتقم من عن طريق سرقة قوة كاي. بيقدر ياخد واحدة من اللفائف، بس النينجا بيحاربوه باستخدام اللفيفة التانية. الثعبان بيحاول يقتل وقبل ما يتجمد بالكامل، بس زين بيتدخل وبيتبعت لعالم النظر. زين بيفقد ذاكرته وبيتم التلاعب بيه من منبوذ اسمه فيكس. زين بيقبض على إمبراطور المملكة وبيحول كل رجاله لساموراي العاصفة الثلجية. فيكس بيواجه الفورم لينك وبيعرض عليهم فرصة الانضمام لإمبراطور الجليد، بس هما بيرفضوا. إمبراطور الجليد بيرجع بعدين وبيجمد كل الناس ما عدا بنت صغيرة اسمها إيتا، وبيحاول يروح أرض العدم بنفسه عشان ينقذ زين، بس النينجا بيروحوا مكانه. بيتم إعطائهم أكل ومأوى من القرية. لما لويد عرف بظلم إمبراطور التلج قرر يدور على زين لوحده والباقيين فضلوا يحموا القرية. لويد قابل إيتا اللي عايزة تنتقم من إمبراطور التلج. القرية كلها اتجمدت بتنين إمبراطورة التلج، بس النينجا ما تأثروش. لويد حارب إمبراطور التلج وفي نفس الوقت كاي دمر تنين التلج. بعد ما زين استرجع قوته رجعت له ذكرياته. فيكس اتنفى والنينجا رجعوا نينجاجو. في الموسم اللي بعده شرير اسمه المخترع حاول يسرق ماذر بورد. النينجا استرجعوها، وفي مخبأ المخترع لقوا جهاز أركيد جاي حط فيه الماذر بورد ودخلوا اللعبة اللي اسمها إمبراطورية برايم بجسمهم. كل جهاز أركيد اتحول لإمبراطورية برايم وخلى ناس تانية تدخل اللعبة كمان. كاي وكول ونيا ولويد دخلوا اللعبة عشان ينقذوا جاي. في نفس الوقت اللاعبين التانيين زين وبيكسل لقوا مبتكر اللعبة ميلتون داي. النينجا لقوا جاي واضطروا يواجهوا اللعبة نفسها أو ناجامي، وهما بيجمعوا 3 كاتانا. طول اللعبة كل الناس اتحولت لمكعبات ما عدا جاي اضطر يواجه أوناجامي. المكعبات دي استخدموها عشان يشغلوا بوابة للعالم الحقيقي. أوناجامي عدى للعالم ده والنينجا التانيين قدروا يخرجوا من اللعبة ومعاهم اللاعبين اللي كانوا محبوسين جواها. في الموسم اللي بعده النينجا اتعزموا على شينتارو عشان عيد ميلاد الأميرة فانيا. كول وفانيا اكتشفوا سجون تحت شينتارو. النينجا نزلوا عشان يحققوا وأنقذوا شوية من الجيكلز وقدروا يوحدوا النوعين عشان يواجهوا الملك فانجلس اللي معروف بسحر الجماجم. هجوم النينجا ما نجحش واتحبسوا. الملك فانجلس كشف هويته لكول وفانيا وبعتهم لأعمق جزء في شينتارو بمساعدة المغامرين اللي فانجلس بعتهم قبل ما يحرر الكل. كول واجه ساحر الجماجم وهزمه بضربة سبنجيتسو. فانجلس اتحبس وفانيا اترقت وبقت ملكة شينتارو. مع توقف تعدين فانجلس في العملية هارومي اضطرت تهرب حجر الانتقام عن طريق مجرمين. باستخدام المجرمين دول رونين خدع سكان جزيرة الحراس وعمل نفسه وجيرة وسرق كل ثروتهم. ميساكو وكلاتش باورز سافروا للجزيرة المجهولة واتقبض عليهم من الحراس. بعد كده النينجا راحوا الجزيرة عشان ينقذوا بس اتقبض عليهم في الجزيرة. جاي كان هيتضحى بيه لوجيرا المزيفة، بس النينجا اكتشفوا الخدعة وأنقذوا جاي وقبضوا على المجرمين ورونين. في نفس الوقت في محيطات نينجاجو
الأمير كالمار اكتشف معبد وجيرة وبدأ يعمل تجارب على وجيرة النايمة. التجارب دي خلت نيا تفقد السيطرة على قواها. النينجا حققوا واكتشفوا ميرتوبيا. كالمار قتل أبوه واستولى على العرش ورمى اللوم على النينجا في الهجوم. أخو كالمار بالتبني بن ثمار ساعد النينجا يهربوا. كلهم حاربوا كالمار عشان تميم العاصفة. كالمار قدر يصحي وجيرة ونينجاجو اتغرقت. كالمار اتهزم من وجيرة بعد ما فقدت السيطرة. نيا ضحت بنفسها وبقت جزء من البحر لما نيا ماتت ووجيرة اتهزمت. النينجا عملوا جنازة لينيا والنينجا رجعوا البيت. بن ثمار بقى ملك ميرتوبيا. واحنا بننتقل للموسم الأخير، الرئيس المنتخب جديد عمل فريق نينجا خاص بيه في غياب النينجا الأصليين. النينجا الجداد قبضوا على بايثور بعد ما حققوا في شحنة تانية من حجر الانتقام وواجهوا النينجا القدام. نيا استرجعت ذكرياتها وحاولت تلاقي طريقة ترجع بيها لأصحابها. هربوا من السجن وامتصوا قوى نيا ونجحوا إنهم يرجعوها للبحر. الأفعال دي أدت لسجن النينجا في الوقت اللي بايثور وفانجلس كانوا في حالة ذعر. مستر إي اللي اتعاد بناؤه واللي هارومي ضمته كانوا مجلس ملك الكريستال. دارث نيا هربت النينجا من السجن عشان يحققوا، بس لويد اتقبض عليه من هارومي. المجلس حرق الدير وسرق الأسلحة الذهبية عشان يرجعوا الأوفرلورد لشكله الجسدي. لويد بيهرب بس الأوفرلورد بيبعت جيش الحجارة عشان يهاجم نينجاجو. تقريبا كل اللي في نينجاجو بيتحولوا لزومبي كريستال. في النينجا بيتحدوا مع جارمادون عشان يجمعوا أكبر عدد ممكن من الناس وبيوصلوا لأي حد ممكن يساعد. لويد وجارمادون بيواجهوا الأوفرلورد اللي بيكشف الحقيقة ورا فساد جارمادون. هارومي بتدرك إن الأوفرلورد هو المسؤول عن موت عيلتها وبتنضم للقتال ضدهم بمساعدة نينجا، شينتارو، الميريانز، سكان الجزر، الثعابين، وكمان كل مواطنين نينجاجو. بيصدوا الزومبي. لويد بيحارب الأوفرلورد بيحاول يتحكم فيه، بس لويد بيهرب من طرقه الشريرة وبيرجع لشكله القديم وبيكتشف الخير النقي جواه. في النهاية قوة النينجا بتتنقل الاتنين ومن خلاله بيهزموا الأوفرلورد. أما مجلس الكريستال فكايو، كول، وجاي، وزين بيفقدوا قواهم وأسلحتهم الذهبية. دي أقصر طريقة أحكي لك بيها قصة ال15 موسم بتوع نينجاجو. في كمان مسلسل اسمه دراجونز رايزنج مرتبط بالقصة دي، بس أنا ما حكيتلكمش قصة المسلسل ده. أنا بقالي فترة طويلة شغال على الفيديو ده بحاول أفهم وألخص القصة. أتمنى تعجبكم.